لازم تعرف ان عشان تبقى كويس لازم تتعب قوي، مش تتعب بس، لا لازم تتعب قوي. جماعه لو النجاح سهل والله ما كان حد عانى في الحياه يا شباب. هي اسمها حياه، اسمها دنيا، ان شاء الله باذن الله الراحه في الاخره. ولقد خلقنا الانسان في كبد. انت مخلوق في تعب وفي كبد، انك تجد وتجتهد وتتعب وتنحت في الصخر. من الصور اللي بتستهويني جدا جدا وبقعد اتفرج عليها لما تقابلني، يعني لما يكون مثلا في شلال ميه او حنفيه بس بتنقط ميه على حجر، الحجر مع السنين بيتنحت، فالميه اللي انت بتشربها الميه السائله اللي هي سهله جدا جدا بتنحت في الصخر بس مع الاستمراريه. ماشي، فانت لا تيأس ابدا. انت مين؟ انت رحت ولا جيت فين عشان تقول لي تعبت 5 شهور ومش قادر يا عم انت رحت، انت عملت ايه في حياتك اصلا؟ انت عملت ايه في حياتك؟ انت يعني انت بتاكل وبتشرب وبتنام وبتصحى وفي نعيم وجسمك كويس، ما عندكش امراض وحياتك زي الفل بجد والله. انت عشان بتذاكر في اليوم 10 ساعات يعني ولا ايه؟ على فكره والله العظيم والله العظيم في الكليه لو عايز تبقى انسان محترم في كليتك هتذاكر اكتر من كده. هتذاكر بضغوط اقل، ولكن هيبقى عندك ضغوط تانية في حتت تانية. ماشي، بعد كده تتشغل بقى بالخطوبه والجواز والعيال والشغل والفلوس، وعايز تساعد ابوك وامك، وعايز تجيب شقه، وعايز تبني، وعايز قصص كبد. الحياه يا جماعه تعب خلاص. فمحدش يتخيل ان ممكن في يوم من الايام انا كده مرتاح بقى وخلاص متعشيه ومستقنيصه وانا زي الفل. لا حبيبي، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده. اتعب، هات اخرك، هات اخرك. الفتره الجايه دي يا شباب والله 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 العظيم اللي مش هيجيب اخره ويموت نفسه مش هيوصل لحاجه. حبيبي انت في سبق فيه 600,000، اللي بيطلع الاول ده بيطلع الاول ازاي؟ هو مش احسن منك على فكره، هو بس عنده الاستمراريه، عنده اللي هو انا هوصل، يعني هوصل، مش اللي هو اذاكر 10 ساعات وتعب. لا يا حبيبي، انت بتذاكر في اليوم 15 ساعه، تنام وتصحى ابدا يوم جديد، خلاص خلصت. ال10 ساعات دول كانوا امبارح. ماشي، تعب النهارده كله هو بتاع النهارده، بتاع بكره يوم جديد، انسى خلاص. وما تعدش على نفسك ساعات مذاكره وتعب. ما تخليش اصلا دماغك تقنعك ان انت كويس وتكون كويس فيك، اللي هو انا فحت نفسي في المذاكره 15 ساعه النهارده، فبكره بقى اريح واسمع ماتش ليفربول وماتش مانشستر سيتي والاهلي عنده ماتش اسمعه. والله يا عم لو خلصت اللي عليك في 5 ساعات خير وبركه، لكن خلص اللي عليك. ماشي، الفتره الجايه يا جماعه في ناس هتخلص اللي عليها اول باول وهتبدا تراجع قبل المدرسين اصلا. انا بستعجب جدا جدا من الناس اللي بتراكم محاضرات الاحياء والمحاضره اخرها ساعتين. حبيبي انت بتعمل ايه في حياتك اصلا بجد والله؟ انت بتقعد على المحاضره تسمعها وبتقول يا دكتور بقعد اذاكرها بعدها ب3 4. انت عبيط يا اسطى، ما تذاكرها يومها. انت سمعت المحاضره دلوقتي، اقسم بالله انت حفظتها او حفظت معظمها، محتاج بس تقراها، جاست ريد ات. بزعل قوي لما حد لسه يبعت لي يقول لي يا دكتور ما بداتش. يا ابني انت عبيط، ما تبدا. هو يعني افضل وقت للبدايه امتى؟ دلوقتي. يعني افضل وقت اراجع امتى؟ دلوقتي. افضل وقت الم اللي فات امتى؟ دلوقتي. فما تستعبطش، ما تستعبطش. انا بتضايق جدا 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 من اي حد يقول لي يا دكتور انا ما بداتش. انت تستاهل اللي جرالك ومش هتوصل لحاجه. ماشي، يعني انا بكره التحفيز مع الناس اللي هم ما عندهمش دم. يعني الشاطر اللي بيذاكر بس اقصر سيك او احفزه وازقه واوديه وهيروح ان شاء الله، لكن اللي واقف اصلا مكانه وعايزك تيجي تزقه ده استحاله يتزق. لو عربيه انت بتزقها لازم هي اصلا تكون بتتحرك، لكن عربيه جايب المرشديه ومثلا شادت فرامل اليد وواقفه مكانها والسواق داس على الفرامل وانت بتزقها استحاله. فانت في ثانويه عامه وما بتذاكرش يبقى انت داس على الفرامل، مهما نزق فيك انت مكانك. اتحرك، ابدا، حس على دمك. شوف ابوك صرف عليك قد ايه وتعبوا عشانك قد ايه، واللي حصل في السنه كلها من ضغط نفسي عليك وعلى اهلك قد ايه. فلو انت لسه ما بتذاكرش، مش ما بداتش، ده اللي ما بداتش ده قصته قصه، لكن اللي بيذاكر حتى نص نص ده ما عندوش دم. انا بتكلم جد، واللي عايز يزعل يزعل. اللي بيذاكر حتى نص نص وبيكروت المذاكره، بيسمع بس مثلا، مش بيذاكر او مش بيحل او مش بيتابع او ده ما عندوش دم اصلا. حبيبي بص وراك، شوف الدنيا صعبه ازاي حواليك. لازم تبقى انت بني ادم عايش في وسط اهلك، عارف اللي بيحصل حواليك عامل ازاي. مش ممكن. انا مش عايز حد يبعت لي يا شباب يقول لي يا دكتور حفزني ما بداتش. يا عم روح حفز نفسك يا عم. يا عم انت شوف انت شغال ليه، انت بتذاكر ليه، عشان ايه، انت بتعمل ايه يعني. ما تبعتليش تقول لي حفزني ولا حمسني ولا نيلني. انت داس على الفرامل، هزقك ازاي، هحفزك ازاي اصلا. ابدا وذاكر واشتغل، ولما تبقى كويس ازقك عشان تبقى اشطر، عشان تبقى احسن. لكن واقف مكانك هزقك ازاي؟ انت صفر. مهما اديك انت صفار برضو. لازم انت تحط الواحد عشان لما نحط لك احنا صفار تبقى انت بتتقدم، لكن صفار 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 انت ما بتعملش حاجه. فحبيبي ما بداتش ابدا.
بادئ خليك احسن، بتذاكر 5 ذاكر 10 الفتره الجايه، فاضل لك 4 و5 و10 ايام في 6، وغالبا 6 هتبقى بتذاكر عربي بس، فاضل لك 4 و5، يعني باقي 3 و4 و5، 3 شهور 90 يوم. والله العظيم كده. انت النهارده يومك بدأ ازاي؟ بجد النهارده يومك بدأ ازاي؟ بادئ من ساعتين اصلا وخلص. كل الفتره الجايه كده. الكلام ده هيزعل، والكلام ده مش تحفيزي، بس الكلام ده مهم جدا وواقعي. مش عايز اضللك ولا اقول لك انت كويس وانت حلو وابدا، لا، انت زفت، انت زفت. ما بتعرفش تحل كويس دلوقتي في اللي بتاخده اول، مش بقول لك يا عم القديم، اللي بتاخده اول باول لو ذاكرته او لو سمعته ما بتحلش، انت مش كويس، انت زفت. سماعك بس للمحاضرات لا يكفي حبيبي. فوق فوق. انت راجل ثانويه عامه، انت راجل ثانويه عامه. اللي بتعمله ما ينفعش ابدا ابدا ابدا. انت لازم تاخد بالاسباب بس، وسيبها بقى لرب الاسباب وتوكل عليه، واوعى تستسلم. الموقف اللي حصل لي من السنين والله بفتكره معاكم، يعني هو جه في دماغي دلوقتي ان انا اقوله بجد، عشان يعني يمكن نستفيد من بعض شويه، او باشا جاي احفزك خلاص هقول لك كلام وتفيد وخلاص. انا عشت الكلام ده من السنين، وهتظهر دلوقتي قدامك على الشاشه سكرينه لاول فيديوهاتي من 3 4 5 سنين على اليوتيوب. هتلاقي في عندك فيديوهات دلوقتي ظاهره قدامك على الشاشه، فيديوهات بدائيه جدا. كنت انا بصور نفسي بالموبايل، اقسم بربي كنت ساعات بستلف او اجمع فلوس اللي بشتغل بيه، اجيب بيه موبايل كويس كده عشان اصور بيه في البيت. والله العظيم فاكر اول ما بدات الاونلاين كنت بستلف ثمن الفيديوهات. كنت مثلا ان انا لسه كاي حد بيبدا في مصر او اي حد بيبدا في العالم كله، لسه بادئ طريقي، اشتغلت شويه قليلين ومجاميع قليله، فاللي انا بوفره اصور بها فيديوز وانزلها على اليوتيوب. ركز معايا، ما كانش لسه الاونلاين اشتهر، ما كانش لسه في مدرسين معروفين. ركز معايا، انا كنت باخد بالاسباب واتوكل على ربنا، وانا مش عارف اصلا حد هيشوفني ولا لا. انت متخيل حضرتك ما كنتش عارف حد هيشوفني ولا لا، ما كنتش عارف ان انا اسلوبي وطريقتي وتاثيري في الناس اللي انا بحلم بيه طول عمري واجتهادي هيوصل ليكم ولا لا. ما كنتش اعرف حاجه خالص. ناس كتير وقتها يا ابني ما توفر الفلوس دي، يا ابني انت بترمي سمك في ميه، طب ما تشتغل حاجه تانية، طب ما تسافر. انا كان والله يا حبايبي، والله وربنا يحاسبني على الكلام ده، يعني كل الكلام اللي بيقولوه الترجمه جوايا ورد فعل اللي جوايا على اللي بيقولوه، كلا ان معي يا رب سيهدين، انا معايا ربنا. لا يا جماعه، يعني انا ما كنتش بجادل كتير، طب ربنا يسهل، طب مش عارف ايه، طب اسيبهم وامشي، ما بسمعش، بس كان جوايا من جوايا لا انتوا بتقولوا ايه، انا معايا ربنا. لا انتوا كل الحاجات دي اللي انتوا بتقولوها دي ده من هواكم. طب سبحان القادر، طب سبحان الكريم، سبحان العاطي، سبحان الوهاب. ربنا يا جماعه، ربنا اللي سبحان الله قادر يحقق احلامك كده. ربنا سبحان الله اللي بعت لك رزقك وانت فين، ومش بحساباتك ومش بخطواتك. كان وقتها عندي يقين ان ربنا مش هيضيع تعب. كان وقتها نفسي بجد ان انا اقدم حاجه محترمه واعمل حاجه محترمه لكل الناس، واللي عليا عملته، اجتهدت وعافرت واستلفت وسددت واشتغلت وما كنتش بنام. اخدت بالاسباب وسبتها بقى لمسبب الاسباب، وكانت بتضيق ساعات، ضاقت عليا كتير وبتضيق عليا كتير، وزي ما بتضيق عليك وبتضيق على كل ناس كتير. مش شرط بس ضيق مادي، ممكن مادي ونفسي ومعنوي، ممكن من اللي حواليا ومن الاهل. كانت بتضيق ساعات، بس مهما كانت بتضيق والله كنت دايما بردد كلا ان معي يا رب سيهدين. عارفين انا اقسم بربي بستشعرها قوي، اللي هو انت بترفض كل الكلام اللي بيتقال لك، انت بترفض الواقع، بترفض اللي حواليك، بترفض اللي خطواتك جايه لك اللي انت فيه دلوقتي. يعني انت مثلا خطواتك لسه صغيره، انا معقول هوصل لكده؟ هوصل لكده. انت بترفض انك تتخيل ان حاجه كبيره مش هتحصل لك في يوم من الايام، انت بترفض انك تستسلم، انت بترفض انك ما توصلش لحلمك، انت بتفرض كلامهم، بتفرض تحطيمهم، بتفرض الظروف، بترفض كل حاجه، واللي قدامك لا انا معايا ربنا. كلا ان معي رب سيهدين. هي دي وربي اللي كانت دايما بتاثر فيها وتزقني جامد. حته اخيره، سيدنا ابراهيم لما خلاص حطم الاصنام وقومه اللي كان منهم ابوه وقومه شالوه خلاص عايزين يرموه في النار، ولعوا نار كبيره. فسبحان الملك اليقين، شوف اليقين بس بربك، شوف اليقين بربك. انا عايز اقول لك ان اليقين بربك هيغير حاجات كتير، وما تستسلمش، اوعى تستسلم، اوعى تقع. شالوه وخلاص رموه في النار. طب كانت النتيجه ايه بعد ما سيدنا ابراهيم دعا ربنا وبعد ما كان عنده يقين في ربنا سبحانه وتعالى؟ فقلنا يا نار كوني بردا وسلام على ابراهيم. خلصت، يا نار كوني برد وسلام، يعني بيكي بروده مش حراره ولا نار، وسلام طلعيه سالم زي ما هو. كانت النتيجه ان هو فعلا طلع سالم زي ما هو، مش بتاعتك. لما ضاقت لجأ لربنا، لما ضاقت ما استسلمش، هو خد بالاسباب وسابها لمسبب الاسباب. اوعى تستسلم. اللي عايز اقوله لك يا حبايبي في الفيديو ده وفي نهايه الفيديو ده، اوعى تستسلم وخلي عندك يقين في ربنا. لو صحابك فشلوك، لو اهلك شافوك مش بتذاكر، لو درجاتك حتى الدرجات اللي انت بتمتحنها طلعت مش كفايه ليك ومش مكفياك وانت شايف بتنقص في حاجات كتير، لو نفسك وقفت ضدك وقالت لك انت اهو مش عارف تحل، انت اهو مش عارف الماده الفلانيه واقعه منك، انت اهو، لو شيطانك جه وقت المذاكره ونفسه يكسرك ونفسه يذلك ونفسه يخسرك ونفسه يوقعك، لو نفسك وشطارك واهلك واصحابك والمجتمع والناس، لو مدرسينك نفسهم رجعوك لورا وقالوا انت فاشل وقالوا انت مش هتنجح، خلي عندك يقين واحد بس اللي هو لا انا هوصل، ربنا معايا. خلي عندك كلمه دايما بتردد في ذهنك، كلا ان معي يا رب سيهدين. اوعى تستسلم، بالله عليك اوعى تستسلم، بالله عليك اوعى تستسلمي. اوعوا تستسلموا بعد ما قطعتوا كل الشوط ده، اوعوا تستسلموا بعد ما عدى عليكم كل الوقت ده، اوعوا تستسلموا حتى لو كنتوا قصرتوا زمان، اوعوا تستسلموا وانتوا في نص السنه خلاص، اوعوا تستسلموا والله، وحلفت في فيديوهات تانية كتير وهحلف تاني ان اللي جاي تقدر تغير فيه. اوعى تستسلموا دلوقتي واحنا خلاص
قربنا من النهايه. اوعوا تستسلموا دلوقتي، وان انت عندك فرصه بجد انك تلم الدنيا في المراجعات، وده يحصل معايا ومع غيري من المدرسين في المواد الثانيه. اوعى تستسلم بعد كل التعب ده، يا حتى لو ما كنتش بتذاكر يا اخي في الفتره اللي فاتت وكنت وقعت كتير وكنت بتراكم وكنت بتنام كتير، اوعى تستسلم وقوم وكمل. ما هو ما فيش حد الدنيا ماشيه معاه من اول السنه مظبوطه، حتى نزولك للدروس تعب، حتى ان انت تشوفني دلوقتي ما هو ارهاق وشغل واجتهاد، حتى ان انت تبقى شايل الهم وتعبان نفسي برضه ده اجتهاد. بعد كل ده ما تجيش في الاخر تستسلم. اوعى تستسلم، وخلي دايما في ذهنك كلا ان معي رب سيهدين. اوعى تستسلم دلوقتي، لان انت لو استسلمت دلوقتي هتضيع فرصه كبيره انك تظبط الدنيا وتلم الدنيا لاخر السنه. لو استسلمت دلوقتي هتندم بعدين. عارف على ايه؟ مش على مجموعك لا قدر الله، ربنا يفرحكم كلكم، على انك استسلمت اكتر من مجموعك. انت هتندم اكتر انك ما خدتش بالاسباب، وانك ما عافرتش لاخر لحظه، وانك انت ما توكلتش بيقين على مسبب الاسباب. اوعى تستسلم وخد بالاسباب. اوعى تستسلم وخلي عندك يقين في ربنا سبحانه وتعالى. اوعى تستسلم واعمل اللي جاي عليك. وعلى فكره في مقوله بتقول خيل السباق، ركز في الجمله دي، خيل السباق، الخيل بتاعت السبق، الخيل العربي الاصيله، خيل السباق اذا اقتربت من النهايه اتت بافضل ما عندها. خيل السبق بتبقى بتجري وتعبانه ومرهقه طول السباق، لكن لما تقرب من النهايه بتجيب افضل ما عندها، بتجيب كل طاقتها، بتجيب كل اللي عندها. اقسم برب انا ببقى ساعات مش قادر اتكلم اصلا، واول ما اقف قدام الكاميرا اقول بحماس واتنطط واشرح والخص واعمل مش عارف ايه، وبعد ما اخلص ببقى مش قادر اخد نفسي خالص. بس انا اتزقيت نفسي، بس انا في حاجه كبيره لازم اعملها فطلعتها باحسن حاجه وبافضل حاجه. خيل السباق كلما اقتربت من النهايه اتت بافضل ما عندها. اوعى تنسوا للمره ال20 في الفيديو ده، اوعى تستسلم، اوعى تستسلم، اوعى تستسلمي. رد دايما في ذهنك كلا ان معي رب سيهدين. ما تخليش نفسك ولا اسطانك ولا اصحابك ولا الدنيا ولا المجتمع ولا الناس ولا اي حاجه خالص يحبطوك. ما تحكمش من دلوقتي انك بتحل ولا مش عارف تحل، المراجعات جايه هتعرف تحل. خلي دايما اي حاجه بعيده عليك واي حاجه بتتمناها مش عارف تعملها خليها على ربك مسبب الاسباب، والله يعملها لك. وما تحسبهاش وما تفكرش، خد بالاسباب وسيبها لمسبب الاسباب، مش بتاعتك، تحته هو. كريم يا جماعه، الرحيم يا جماعه، القادر يا جماعه. حسن ظنكم في ربكم يا حبايبي، ينجيكم يا حبايبي، ربنا ييسر اموركم ويسعد قلوبكم، حقق احلامكم، فرج همومكم. اوعوا تنسوا لاخر لحظه عافر حلمك يستاهل. بحبكم كلكم، اشوفكم على خير، مع السلامه.